استشاري التغذية العلاجية والسمنة ومدير مركز الرجيم الإماراتي الياباني الدكتور سمير سامي. فشهر رمضان فرصة للتخلص من عادات كتير غلط، سلوكيات كتير غلط، فرصة للتخلص من الوزن الزائد، فرصة للتخلص من شحوم الجسم، شحوم الدم، شحوم المخ كمان. لا لحظة. شحوم المخ ايش علاقتها في الموضوع؟ هنفصل الثلاثة وهقول لك على شحوم المخ. نبدأ بشحوم المخ. نبدأ بشحوم المخ. ما سمعتيش بيقول لك في واحد مخه تخين؟ ايوه. ليه مخه تخين؟ لا حتى المخ بيضعف. بس احنا بنقولها ايه؟ شحوم المخ مجازا. ايوه. لأن اللي هو عنده شحوم مخ ده يعني مقافل مخه، بيقول انا لا ما اقدرش ابدا حياتي وما اقدرش ابدا يومي الا لما اعمل كذا، اكل كذا، اشرب كذا، قهوه، اشرب قهوه، ادخن سيجاره، ادخن سيجاره. الله ينور أيوة. عليك. فده عنده شحوم في المخ. فشهر رمضان فرصه يعدل له الطبقه بتاع الشحوم الوهميه النفسيه اللي على مخه. أيوة. ازاي؟ جينا عندنا في شهر رمضان كام ساعة؟ ما يقارب من 15 أو 17 ساعة انقطاع عن كل السلوكيات والعادات الخاطئة اللي الشخص موهوم إن هو ما يقدرش يعيشها لما ينفذها. سواء كان بيدخن أو بيشرب، سواء كرك أو منبهات أو قهوة أو غيره. فدي فرصة إنه يتخلص من العادات أو السلوكيات بتاعته.